في حكاية النهاردة من حواديت مصرية هنفتح باب لعصر جديد، عصر خرج فيه الملوك من المقابر وقرروا يبنوا لنفسهم مجد ما يموتش. النهاردة هنحكي عن الأسرة الثالثة وأول هرم في التاريخ. بعد انتهاء الأسرة التانية ومع آخر ملوكها الملك خاصخموي، مصر وقفت على أعتاب نقلة ضخمة. الفوضى السياسية بدأت تهدى والعقيدة استقرت حوالين الإله رع، والبلد كانت مستعدة لولادة أول دولة فرعونية منظمة. وهنا طلع على المسرح ملك اسمه زوسر، أو زي ما بعض الكهنة كتبوا اسمه نثر خت، يعني الجسد الإلهي. الملك زوسر هو أول ملوك الأسرة الثالثة وأهم شخصية فتحت باب العصر المعروف بعصر الدولة القديمة، مش بس لأنه ملك قوي، لكن كمان لأنه تعاون مع عبقري من نوع خاص، راجل اسمه إمحوتب، الكاهن والمهندس والطبيب والفيلسوف، وهو اللي هيغير شكل المقابر وهيبدأ فكرة عظيمة اسمها الهرم. قبل زوسر كانت المقابر الفرعونية عبارة عن مصاطب، أبنية مستطيلة بسيطة فوق الأرض. لكن زوسر قال لأ، أنا مش مجرد ملك، أنا إله حي وعايز مدفني يكون يليق بيا ويعيش للأبد. فطلب من إمحوتب يعمل له حاجة غير مسبوقة، وفعلا اتبنت أول مصطبة وبعدين تانية وبعدين التالتة لحد ما بقت 6 مصاطب فوق بعض، شكل جديد واسمه الهرم المدرج. المكان اللي اختاره زوسر ما كانش صدفة، هضبة سقارة على بعد كام كيلو متر من منفى العاصمة. إمحوتب بنى هناك مجمع جنائزي ضخم حوالين الهرم، فيه ساحات ومعابد ومقابر للكهنة وتماثيل ضخمة، وكل ده معمول له تخطيط هندسي دقيق بيكشف عن عبقرية علمية سابقة لعصرها بآلاف السنين. الهرم ما كانش بس مقبرة، ده كان رسالة للعالم ان الملك مش بيموت، وان مصر دخلت عصر جديد فيه النظام والعقيدة والسلطة اندمجوا مع بعض. ومن يومها بدأت رحلة الأهرامات في مصر، رحلة هتفضل مستمرة من زوسر لحد خوفو، ومن خوفو لحد آخر هرم اتبنى. اللي يزور مجمع زوسر النهاردة هيشوف سور ضخم من الحجر الجيري طوله أكتر من 1600 متر، بوابة ضخمة فيها ممر طويل بيقود للمجمع، وساحة للاحتفالات اللي كان الملك بيجدد فيها حكمه الطقسي، والهرم المدرج نفسه اللي ارتفاعه حوالي 60 متر، وبئر عميق جدا بيقود لحجرة دفن سرية اتغطت بكتل حجرية ضخمة لحمايتها من السرقة. الأسرة التالتة بدأت بحلم، وحلم زوسر بأنه يبني مجده بإيدين إمحوتب اتحقق، ولحد النهاردة الهرم المدرج واقف بيشهد على أول سطر في كتاب الأهرامات، وبيفكرنا إن الحضارة مش بس مباني، الحضارة حلم، إرادة، وناس أمنت بنفسها فخلدت وجودها. من زوسر وإمحوتب والهرم المدرج في سقارة بدأت مصر القديمة تكتب فصول جديدة في كتاب المجد. لكن الهرم ما كانش النهاية، دي كانت بس البداية، لأن بعد زوسر جه ملوك كملوا الطريق لحد ما ظهر في الأفق اسم جديد هز الدنيا كلها، خوفو والهرم الأكبر وأعظم سر اتبنى في قلب الصحراء. استنونا في الحلقة اللي جاية من حواديت مصرية عشان نحكي عن الأسرة الرابعة وسر الهرم الأكبر.